السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. حضراتكم في الاثنين الماضي اللي هو من كام يوم في نفس هذا الأسبوع حدثت مذبحة جماعية في مدرسة ابتدائي في مدينة ناشفيل في ولاية تينيسي الأمريكية. تلك المذبحة الجماعية قام بها شخص اسمه أودري هيل. أودري هيل كانت مولودة كأنثى، ولكنها كانت تعرف نفسها أمام الناس كذكر. عمره أو عمرها أيا كان 28 سنة. قام ذلك الشخص بدخول المدرسة وإطلاق النار، مما أدى إلى مقتل 6 أشخاص، من ضمنهم 3 أطفال في المدرسة عمرهم 9 سنوات و3 بالغين. فأسأل الله العلي القدير أن يصبر أهالي الضحايا، وأسأل الله العلي القدير أن يكون هناك حلا لمسلسل المذابح، لإيقاف مسلسل المذابح الجماعية في أمريكا، خاصة أن عدد المذابح في أمريكا في شهر مارس سنة 2023 لوحده كان 38 مذبحة جماعية أدت إلى مقتل 57 شخصا وجرح 133 شخصا. عدد المذابح حتى الآن في هذا العام لسنة 2023، يعني بنتكلم عن عدد المذابح في ال3 شهور 130 مذبحة. ده يعني هو في شهر مارس لوحده كانوا كام 38، لكن في ال3 شهور بتوع السنة دي اللي هم يناير فبراير مارس وصلوا إلى 130 مذبحة جماعية. طبعا لما بنقول يا اخوانا مذبحة جماعية، احنا ما بنحسبش عمليات اطلاق النار الفردية ضمنها او حوادث الاسلحة. يعني حوادث الأسلحة ومذابح النار الفردية وإطلاق النار الفردي ده ما بيحسبش في عدد المذابح الجماعية. طب هي يعني إيه مذبحة جماعية؟ المذبحة الجماعية وفقا لتعريف منظمة Gun Violence Archive التي لها اختصاص كبير في مجال استعمال الأسلحة النارية، عرفت المذبحة الجماعية إنها إطلاق النار أو ما يؤدي إلى جرح أو قتل 4 أشخاص على الأقل، ما يكونش بينهم المجرم اللي هو قام بإطلاق النار، ده ما يكونش معدود بينهم. وبالمناسبة أودري هيل الذي قام بإطلاق النار على الناس، هذا الشخص قامت الشرطة بقتله والحمد لله، حتى لا يتسع، إن لم يفعلوا ذلك لكان قد اتسع نطاق المذبحة ولمات عدد أكبر من الناس. ولهذا أنا أحيي شرطة مدينة ناشفيل على الجهد الذي قامت به لمنع وقوع المزيد من الضحايا. فيا أخوانا زي ما بقول لكم إن Gun Violence Archive هذه المنظمة صنفت إن المذبحة الجماعية على إنها اللي بيكون ضحاياها على الأقل 4 قتلى أو جرحى من الاثنين. ففي الحالة دي يبقى اسمها مذبحة جماعية. فدول عددهم حتى الآن في سنة 2023 على مستوى أمريكا عددهم 130 مذبحة، 38 منهم وقعوا في شهر مارس.
اللهم اجعل أمريكا والعالم أكثر أمنا وأكثر سلاما. أشكركم على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.